إذن سيسجل التاريخ، سجل يا تاريخ، سجل يا تاريخ، سجل يا تاريخ، أن يوم 4 ديسمبر، يوم الثلاثاء الموافق 4 ديسمبر 2012، اضطر رئيس البلاد، رئيس بدل المنتخب، رئيس الماء، عشان اليافطة دي بيحبوها قوي، هم فاكرين ان رئيس البدني المنتخب دي تسمح له انه يعصف بالقانون وينتهك الدستور ويدوس على القضاء. يا جماعه مش واخدين بالكم انتوا؟ هتلر كان منتخب، هتلر كان منتخب، وجورج بوش الاهبل ده كان منتخب. فيعني في شعوب ممكن تنتخب وتنتخب لنفسها مصيبه سودة، وممكن رئيس منتخب يخرج عن الشرعيه، ممكن جدا، بتحصل على فكره. ومش معنى ان الناس انتخبته بال1.5% دول انه مسموح له انه يخل بقسمه ويدوس على الدستور والقانون ويعمل نفسه حاكم بامر الله. مش مسموح له، لكن يشاء السميع العليم ربك بحكمته يخلي هذا الرئيس هو اول رئيس في تاريخ مصر يخرج فارا هاربا بموكبه وحراسته. هعيد لكم المشهد الثاني والله لا انا عايده، لكي ترى مصر كلها ما كان هذا الرئيس ليخرج هاربا بأمنه وموكبه من باب خلفي في قصر الاتحادية، قصر الرئاسة، إلا فارا من شعبه، ذلك الذي قال لنا أنه ابن الشعب. والله أحيانا بحس إن إحنا مزنوقين في الفصل الثالث من مسرحية تخاريف. محمد صبحي الشعب، ليه الربلي ومحمد صبحي يعني جزاهم الله خيرا على هذه المسرحية، كانوا فاكرين إنهم بيعملوا مسخرة للواقع، فطلع الواقع أشد مسخرة من المسرحية. يا ابن الشعب، ومرسوم ديكتاتوري رقم 1، إعلان دستوري رقم 1، أنا الشعب. طيب الإعلان الدستوري الذي يجعل منه حاكما فرعونا، إذا بهذا الفرعون، معرفش، أكيد الفراعنة زمان كان عندهم عربيات الحربية الجميلة دي بتاعت تحتمس وحور محب وبتاع، والدقن اللي مش عارف معمولة كده، والبتاع اللي لابسينها فوق الحالة الفرعونية الجميلة دي، وأكيد درج كانوا بيهربوا من طيبة ولا حاجة، احتمال. لكن ده أول رئيس مدني منتخب تشوفه في المشهد ده وهو يهرب من شعبه من باب الخلفي من قصر الرئاسة. قعد فرج مصر على الذي وعدها أن يكون رئيسا لها فصار مندوبا لجماعة سرية. فرجنا يا سيدي. ده باب خلفي، عشان كده الجماهير كانت أقل. سمعتوا الهتافات والأوصاف وسمعتوا الخبط، ده ضرب بالمناسبة، بيضربوا الناس. العصيات دي كانت بتضرب الناس عنها ما تخشش ناحية الموكب الهارب. هذا درس لمن يريد أن يتعلم من شعب مصر. شعب ابن لذينة، شعب رافض أن يعود عبدا أو أن يتعبد في رئيسه أو يشتغل عند جماعة سرية أو يبقى دولة مرشد أو يبقى عزبة أبوهم. لا هيهتهم إرهاب ولا إرهابيين، ولا هيوقف احتجاجهم
واقدر اطلع بيها واقول وغضبهم، واقدر اطلع بيها واقول وثورتهم، الا ان يعود الرئيس الى رشده، يعود محمد مرسي الى رشده او الى زقازيق، ايهما اقرب. اما ان يعود الى رشده او يعود الى زقازيق. فاتصور انه يعني اكرم له ولجماعته وللبلد نفسها فعلا، مش ناقصه اضطراب، ان يرجع الى رشده. عمركم شفتوا متظاهرين ومعارضين بيتمنوا على الراجل اللي بيعارضوه انه يتراجع عن موقف خده عشان يفضل موجود؟ يعني في اكتر من كده حضاره؟ في اكتر من كده خوف على استقرار البلد؟ في اكتر من كده حب للبلد؟ انت ما بتحبهاش قدنا، خلاص. اللي ما بيحبهاش قده شعبه يشرب.